ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه، فصلى ركعتين، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كيف إنك لم تصلي؟ هو شافه رسول الله، شافه صلى الله، أصحابه شاف قاعد الناس اللي كانوا في الجامع شافوا صلى. فرجع الرجل فصلى ثم عاد فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعاد فصلى المرة الثالثة، ثم سلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقال له مثل ما قال في الأولين: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله علمني فوالله ما أحسن غيره. ايش تعرف؟ ما معنى هذا الكلام؟ هذا الرجل ما كانش عارف النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيف يصلي. إذا قمت فكبر واستقبل القبلة واقرأ بما تيسر معك من القرآن. وهذا الحديث مشهور جدا عند العلماء بحديث المسيء صلاته، معروف. إذا بيجي العلماء حديث المسيء صلاته يعرفون. ما القضية فيه؟ القضية أن هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذره بأنه لا يعلم. هو قال لي ما عرف، عرفه ما عرفش، ولكن مع ذلك قال لي واش قال لي ابني انت ما عرفش ما تجوزها لك هذه المره، ولكن مره اخرى كدير. لا، هذه المره ما تجوزها لك وسير رجع صلي راك ما صليتيش. يا رسول الله انا ما عرفش. يا واخا ما عرفش، كاين شي امور واخا ما عرفش يعني ما تصلحش ما تكونش عارف، ما تصلحش. وواخا ما عرفش تاخذ بحال هذيك. لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يعلم، ما لم يقل له لانك لا تعلم فانا اعذرك، ولكن اذا اردت ان تصلي مره اخرى فافعل كذا وكذا. لا، قال لي ديك الصلاه اللي صليتي راها والو، راه ما درتي حتى حاجه، سير عاود صلاه وعاود حتى وراه. لماذا اقول لكم انا هذا؟ لماذا اذكر لكم هذا الشيء؟ الناس الان احسب انه لا احد من المسلمين يجهل عظيمه جرم الربا. شي واحد مسلم تيصلي ويحضر الجمعات وما عارفش الربا صحيح؟ يعني شكون هذا اللي ما عمره سمع قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. شكون اللي ما عرف؟ باقي شي واحد مسلم يدير الربا شوف ولكن ما عارفش. شكون هذا اللي ما عمره سمع حديث الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء، هم سواء. كثير من الناس يعلمون ايضا قوله صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه. خطيرة يعني، وإن كنت لا تعلم التفاصيل
ولكن جريمة الربا هذه جريمة مستقرة في قلوب المسلمين. سبقها ليه، نقولها ليه، دير ليه كيما سميها كذا سميها كذا، تعفى حتى إلا بغا يكابر ولا تيناقش ولا تيجادل راه تيعرف، ما يعرفش تفاصيل. يمكن هذا الحديث اللي قدامنا ما يعرفوش، ولكن عارف ان الربا شي حاجه فيها سخط الله، فيها المصيبه، فيها العذاب، فيها الظلم، فيها وفي حديث اخر انه صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا ياكله الرجل وهو يعلم اشد من 36 زنيه. درهم اشد من 36 زنيه. الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، نزلوا عليهم بالخطر. وثم يا عباد الله راه ما عمر الربا تكون سبب التكفير. راه اللي باغي يكثر التجاره، يكبر الدار، يدير كذا يدير كذا، راه الطريق ديالها ماشي هي الربا. تسلف في الربا ولا تاخذ بالربا ولا تاخذ، هذيك ماشي طريق التكثير، هذيك راه طريق المحق. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وكثر من هذا الشيء تيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما احد اكثر من الربا الا كان عاقبه امره الى قله. واللي ما تيجيش يشوف غير الدنيا دابا، الاقتصاد العالمي كله ما تيمشيش، المشاكل الناس. وشوفوا خوتكم المسلمين اللي في اوروبا كيفاش تيعانيو، اللي خدا الدار باش يدير الدار وكذا، كاين اللي ما بقى عنده دار، ما عنده خدمه وعليه الملايين ديال الديون، ما قادر يبقى تما، ما قادر يرجع يوري وجهه لخوتو هنا. الا كان عاقبه امره الى قله يمحق الله الربا ويربي الصدقات. بغيتي تكثر ديك التجاره، بغيتي تكثر ديك المال، صدق. شوف راه غريب امر الله تعالى، راه غريب. الحاجه اللي في الظاهر ديالها تقليل هي سبب الكثار، والحاجه اللي في الظاهر ديالها الاكثار هي سبب القله. ماشي القله، المحق يعني الذهب اش درتي تحيد الله يستر. طيب لماذا اذكر لكم هذا كان الربا معروف ولكن اذكر هذا الان اقوله لكم في خطوتي الثانيه. اقول ما تسمعون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لماذا أقول لكم هذا؟ لأننا عندنا نوعا من الربا يتعامل الناس فيه وهم لا يعلمون أنه، ولأنهم لا يعلمون يعذرون. أنا علاش قلت لكم في الأول ديال الكلام، قلت لكم ذاك الحديث ديال هذاك اللي دخل وصل الله وقال لهم بهم سير صديق لم يعذر حيت ما عارفش، ما عرفوش. اذا ما عمرك تقول شي حاجه او قال ما عرفتش شويه، لا انت مسلم، هذا الشيء اللي خصك تعرفوه. واش انت راسك قراع والحيط بيض ما عرفتش شنو اللي كدير هذا العمر كله؟ ولا انت ما عرفتيش كيفاش غنربي الدراري اللي عارفين؟ ما هذا النوع من الربا؟ واحد النوع تيكثر عند الناس، لانه الربا جوج انواع. الناس اللي تتعرف ربا الزياده، ربا عطيتك 100 درهم تردها لي 120، عطيتك 100 مليون تردها لي 150 مليون. هذا هو اللي تيعرفوا الناس. كان واحد اللي واحد اخر ما فيهش زياده، فيه التبخير. يعني تنعطيك انا دابا 100 درهم وتبغي نشري عندك دبليج بالمراه ولا نشري عندك زواهر بالمراه، وتقول لك غادي نجي ناخذ من عندك في عشيه ولا ناخذ من عندك غدا. هذا ربا، وهذا يسمى ربا النسيئة، ربا التأخير. ما فيه زيادة. ذاك الدبليج كيسوى 1000 درهم، أنا ما عنديش 1000 درهم دابا، غادي نعطيك كل شهر 100 درهم حتى نكمل لك 1000 درهم. كاين شي زيادة؟ ما كاين زيادة. اش من ربا هذا؟ سميتو ربا الفضل، ربا النسيئة، ربا التأخير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب ربا إلا هاء. أعطيني الدبليج هات فلوسك، أعطيني الزوال هات فلوسك، أعطيني كذا هات فلوسك. ما فيهاش المصارفة، تصرف في البطاطا، التيخ، في الخبز، ولكن ملي تجي تشري شي حاجة ديال الذهب ولا شي حاجة ديال الفضة ما يمكنلكش تصرف، خصك تعطيه. هذا نوع خاطر بزاف الناس يتعاملوا به.
تيتعاملوا به هما عارفين راسهم تيديروا الربا؟ لا ما عارفين. ولكن واش يتعذروا؟ لأنهم يجهلون أنه ليس بربا يعذرون. هذا بس عذروا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عذروا حيت قال لي يا رسول الله ما عرفتش. ما عذروش حيت كون عذروا غادي يقول لي وصفني دابا هذا الشيء واسمك يتسديتها، ولكن مرة أخرى ما تعاودش. ما قاليش هكا، قال لي سير صلاه ما صليتيش. ما عذروش، قال لي ما عرفتش. ما عذروش. موظف باغي يدير مرتو، مراه باغي خدمات باغا تصاوب راسها ما عندهاش ستلف ب 700 ولا 800 الف فرنك ما عندهاش. تفوز 800 الف فرنك فاش دير؟ انا غادي اعطيني السيرتيفيكات سيدي، ممكن عندنا الثقه ونعطيك 8 ديال الشيكات وكل شهر في شهر. وشحال هذا الشيء باش غادي يخلصوا ليه الطلب هو باش خديته بشويه بشويه. لا راه ما ماشي كيفاش انا ما زدتش. ماشي ربا الزياده، هذا ربا النسيئه، ربا التاخير، وهو ايضا ربا، وهو ايضا يدخل في النصوص التي ذكرت لكم، وهو ايضا ما يترتب عليه السخاء. تيبغي الانسان يمشي لمكه، يبغي يمشي للعمره، يبغي يمشي لاوروبا يتداول، يبغي يمشي شي حاجه، خصو يصرف الفلوس. تيمشي تيعطي الدرهم، خصو الاورو، خصو كذا، خصو شي عمله. تيعطيه تيقول له تجيك العشيه. ربا، ربا التاخير. هذا ما يعرفوش الناس. هذا طاح في الربا. واش هو باغي؟ لا ما باغيش، ولكن طاح فيه واخا كاع ما باغيش. ولهذا كان الامام مالك رحمه الله يقول: من لم يتفقه فليخرج من سوقنا. اللي ما عارفش احكام ديال البيع والشراء والربا ما يكونش بيع، ما يشريش، ما يبيعش مع المسلمين. علاش؟ لانه غادي يوكلهم الربا وغادي يلحق في الربا. هو خاف ما عارفش، يقول لك اسيدي انا ما عرفتش، مني ما عرفتش اش دار، خصك تسول. فهذان امران يدخلان في الربا. بغيتي تشري سلسله جمع فلوسها عندك، ما تيجمعولكش، عطي لامك، عطي لباك، عطي لاختك، عطي لشي حد. هذا كل شيء غادي نعطيك شي خدم ما نخليهمش على المدهن. بغيت نبدل صوره اخرى ايضا، عندي شيء قديم اريد ان استبدله بجديد، نمشي عند الذهب ونقول لي هذه بشحال هذه كذا، غادي نزيدك عليها كذا واعطيني واحده جديده. ربا ايضا. وهذا الشيء كنقول لكم راه ما فيهش الخلاف بين العلماء. يعني ما غاديش تسول شي واحد عالم يقول لك لا هذا راه حلال، هذا كاين يزيد فيه. هذا لا خلاف فيه بين العلماء ابدا. كل هذه صور الربا. ولذلك انا قدمت لكم بحديث المسيء صلاته، وان المسلم لا يعذر بجهل امور يجب عليه ان يعلمها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، تبارك ربنا وتعالى. اللهم اجعلنا ممن يتبع القول فيستمع احسنه. اللهم اختم بالسعاده اجالنا، واقرن بالعافيه غدونا وعصاينا، واجعل الى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اجعل القبر خير رائب ننتظره، اللهم اجعل الموت خير رائب ننتظره، واجعل القبر خير بيت نعمره، واجعل اخر ساعاتنا خيرها وخير ايامنا يوم لقائك. اللهم انصر امير المؤمنين محمدا السادس نصرا تعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين. اللهم امت ولي عليه نبات تقر به اعين الصالحين، وهيئ له القناه التي تعينه على الخير. اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم، وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.